مساء النور، تحية الجميع. تلاميذ الآن على أبواب الامتحانات الإشهادية. الأساتذة الآن يناضلون في الساحة، وهناك منهم من تعرض الآن لإجراء التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة، بغض النظر عما يحدث من تخبط كذلك من طرف الوزارة فيما يخص القانون الذي تعتمد عليه لتأديب الأساتذة. الأزمة الآن أصبحت حقيقية، الأمور أصبحت معقدة، ولا نعرف إلى أين يريدون الذهاب بهذا القطاع. طبعا تتوالى النداءات الموجهة للأساتذة بتحكيم العقل والتراجع عن المقاطعة، لأنه في النهاية التلميذ هو الضحية. في الحقيقة من يجب أن يحكم العقل أولا هو الوزارة، وبعده الأساتذة ثانيا إن شئتم. الوزارة هي التي يجب أن تراعي مصلحة أبناء الشعب، فإذا كانوا هاد الأساتذة متهورين كما يقول البعض، وإن كنا لا نعتقد ذلك، فالوزارة أولى أن تحكم العقل وتراعي مصلحة التلميذ ومصلحة المغاربة جميعا. فلا نعتقد أن العقوبات الزجرية ستحل المشكلة. صحيح أن التلميذ يعاني، ولكن كذلك الأستاذ هو الآخر، يجب أن نفهم بأنه يعاني. ومصلحة التلميذ ليست فقط الإفراج على النتائج وتعبئة النقط في مسار. مصلحة التلميذ يجب أن تراعى من كل الجوانب وفي شموليتها. مصلحة التلميذ تكمن أيضا في توفير الإمكانيات للمدرسة العمومية، توفير الوسائل التعليمية، توفير إمكانية طبع الفروض والأقلام. ما يمكنش دائما ننتظر من هذا الأستاذ أن يصرف من ماله الخاص. كذلك مصلحة التلميذ تكمن أيضا في تحسين ظروف الأستاذ المادية والمعنوية، كذلك رفع الحيف عن هذا الأستاذ، لأن هذا التلميذ الذي نتحدث عن مصلحته الآن هو أستاذ المستقبل. هناك البعض ممن يعتقدون أن مصلحة أبنائهم لا علاقة لها بما يعيشه الأستاذ، وأن وضعيته منفصلة تماما عن تحصيل أبنائهم، كما أن هناك من يطلق العنان لنفسه ليتهم الأستاذ بكونه لا يأبه لمصلحة التلميذ، لأنه ببساطة يدرس أبناءه في المدارس الخاصة. أنا أقول لكم بصراحة، واش الأستاذ ديال 5000 درهم واش قادر يقري ولاده في المدارس الخاصة؟ هذا سؤال نتمنى أن تجيبوا عنه أيها السادة الأفاضل في التعليقات. أنا أتحدث عن الأساتذة الذين يناضلون في الساحة التعليمية، ولا أتحدث عن بعض الفئات التي ربما تدرس أبناءها في المدارس الخاصة، ولا حرج في ذلك ما دام أنه ليس هناك قانون في البلاد يمنع تدريس الأبناء في المدارس الخاصة، ولكن فقط لنوضح بعض الأمور. أغلب هؤلاء الأساتذة يعانون فقط مع المعيشة، وما بالك مع تدريس الأبناء في المدارس الخاصة. الجميع يعرف من يدرس أبناءه في المدارس الخاصة وفي مدارس البعثات. فهل تظن أن هؤلاء الأساتذة لو تم حل بعض من مشاكلهم، هل تظن أنهم سيتخذون هذه الخطوات النضالية؟ في اعتقاد الأستاذ أصبح كيطالب غير بالتعادل في هذه البلاد بهذا المعنى، مع هذه الإصلاحات طبعا العشوائية التي يقدمون عليها في كل وقت وحين. ولو
أن الوزارة حكمت لغة العقل، لربما تم حل جميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الآن. لأنه الشيء الوحيد الذي يجب أن تفهمه أو أن تفهمه هذه الوزارة والقائمين على الشأن التعليمي في البلاد هو أن الأستاذ يطالب فقط بحقوقه التي يرى أنها يتم الإجهاز عليها الآن. طبعا نتمنى أن تراعي الوزارة مصلحة البلاد ومصلحة أبنائها، وتراعي كذلك أحوال الشغيلة التعليمية، لأن أي تطور في أي مجال رهين بإعادة الاعتبار للأستاذ وكذلك لوضعيته المادية والمعنوية. شكرا لكم على المتابعة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.